السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم قناة أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسيبوا كومنت عشان نعرف من خلاله آراء حضراتكم، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وأول خبر معانا في فيديو النهاردة: حيرة مدرب النصر السعودي قبل مباراة العين. انشغل البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر السعودي ببديل سلطان الغنام ظهير أيمن الفريق في مواجهة العين الإماراتي، حسب ما نشرته إحدى الصحف السعودية. فإن المدير الفني لنادي النصر السعودي خصص جزءا من وقت المران الختامي من أجل تجربة أكثر من لاعب في مركز سلطان الغنام بسبب غياب الأخير عن مواجهة العين الإماراتي بسبب الإصابة، وقام بتجربة محمد آل فتيل وعلي لجامي وعبد الإله العمري. وحتى السنغالي ساديو ماني في الجبهة اليمنى قام بتجربته هو الأخير خلال مران الفريق اليوم الختامي، رغم جاهزية نواف بوشل الظهير الأيمن البديل لسلطان الغنام. وأوضحت أن فرصة إشراك ساديو ماني في الجبهة اليمنى ضد العين محدودة، لأن المدرب ينوي الدفع بخط دفاعي ثلاثي وظهيرين يجيدان مهمتي الظهير والجناح، ما قد يضع ساديو ماني أحد الخيارات على الجبهة اليمنى، وأن المدرب يميل للاحتفاظ بنواف بوشل على مقاعد احتياط الفريق في مواجهة العين. وعن تصريحات نجم العين الإماراتي قبل مواجهة النصر السعودي في إحدى الصحف، قال الباراجواني روميرو كاكو لاعب وسط العين الإماراتي أن فريقه سيقاتل من أجل حصد بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب النصر السعودي. وقال مباراتنا مهمة للغاية وندرك المطلوب منا، ونحن قادمون إلى هنا للتأهل إلى نصف النهائي، فخورون بمساندة جماهير العين القادمة من الإمارات لمساندة الزعيم، وسنقاتل من أجل إسعادهم بحصد بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وبيستعد فريق العين لمواجهة النصر السعودي اليوم الاثنين في إياب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا على ملعب الأول بارك. ومن المقرر أن تقام مباراة العين ضد مضيفه النصر اليوم الاثنين في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. يذكر بأن فريق العين انتصر على حساب النصر بهدف نظيف سجله سفيان رحيمي في لقاء ذهاب دور الربع النهائي الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد. أما عن تحذيرات المدير الفني للاعبي النصر لويس كاسترو، قرر المدير الفني لنادي النصر لويس كاسترو فرض معسكر إلزامي على اللاعبين من أجل الاستعداد لملاقاة نادي العين الإماراتي. وكان البرتغالي لويس كاسترو يفرض طيلة الفترة الماضية معسكرا اختياريا على اللاعبين في النصر قبل المباريات، هو أمر تغير قبل مواجهة العين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير وتسيب كومنت عشان رأيك يهمنا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.